بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا باشمهندسين؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا خير. من كورس الناس ومحاضرة النهارده هنتكلم فيها عن حاجه مهمه جدا، بس نبدا بنصلي على سيدنا محمد في الاولين، وصلوا وسلم وسلم في الاخرين، وصلوا وسلم وسلم في الملأ الاعلى الى يوم الدين. طيب نبدا بايه ونبدا نتكلم على ايه؟ بسم الله توكلنا عليك يا رب، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. اللهم يا رب لا سهلا الا ما انك شئت جعلت الصعب سهلا. طيب خلينا نبدا نتكلم. النهارده انا غيرت السكيم بتاعت البرزنتيشن بتاعتي، لان في كذا حد كلمني عنده مشكله شويه، او عنده يعني تعقيب بسيط، اللي هو مثلا البلايستيشن تبقى كلام فيها كتير جدا جدا جدا، ممكن تبقى البلايستيشن برضو عدد السلايدز فيها كتير جدا، فهيدك شوية لينا. فأنا حبيت إن أنا أغير الكسكيمة، وابقى مثلا في البرزنتيشن بوينتس معينة بس، ونتكلم أكتر بس البرزنتيشن مور سبيسيفيك عن البوينتس اللي احنا عايزين نتكلم عليها. فانا اتجهت لتول اسمها جاما تول اي اي تول، بتعمل برزنتيشن في صراحه جميله جدا. اعمل لها ريكومند، يعني بريكومندها ليكم كلكم في لو حد عايز يعمل برزنتيشن بتاعته عن طريق الاي اي، بتعمل بطريقه كويسه زي ما هنشوف دلوقتي. طيب احنا النهارده هنتكلم عن ايه؟ النهارده احنا في كورس الدي ان اس هنتكلم عن حاجه اسمها الدي ان اس اوثوريتيف زون. هنتكلم عن الاوثوريتيف زون. طيب ايه هي الاوثوريتيف زون؟ بكل بساطه زي ما اتفقت وشرحت المحاضره اللي فاتت، ان الاوثوريتيف زون دي معناها ان شخص مسؤول هو اللي عنده الزون نفسها، او عنده المعلومه نفسها. معنى صح، انا بكريت الزون نوعها ايه؟ نوعها اوثوريتيف. معناها ايه؟ معناها يا باشا لما حد يجي يسال، مثلا انا كريت زون اسمها جي تي اي تكنولوجي، تمام، نوعها اوثوريتيف، معناها ان دي اللي عندها المعلومه نفسها. يعني عندها المعلومه نفسها، يعني عندها مثلا www.gta technology، مثلا عندها مثلا ايميل 1.gta technology، عندها كذا ريكورد كلهم جي تي تكنولوجي. فاي حد لما يجي يسال جي تي تكنولوجي هيقول له بس باشا انا عندي المعلومه دي، فخد الايه الريسبونس بتاعها، او خد الاي بي بتاعها. فهي دي اللي اسمها الاوثوريتيف زون، يعني الزون عندها المعلومه بتاع كل ما يخص جي تي اي تكنولوجي. طيب حلو الكلام، حلو الكلام. طب تعالى ايه نشوف الدنيا ماشيه ازاي. بيقول لك الانترنت ادرس. المشكله اصلا بدات منين؟ المشكله اول حاجه خالص ان هي قبل ما الدنيا تتعمل كان عندي مشكله ان هو فيه humans versus machines. ايه الفكره بتاعت humans versus machines دي؟ ان الناس والله ما بتفهم، يعني سوري، الناس ما الناس ما بتحفظ كتير، هي ارقام، بتحفظ اسامي اسهل. ولكن الماشين زي الكمبيوتر او البي سي مش بيفهم النيمز، بيفهم الاي بي. فكان هنا في فجوه كبيره جدا جدا جدا. فنعمل الكلام ده كله ازاي؟ يعني مثلا حد بيكتب www.exam.com، انت كهيومن فاهم او حفظتها خلاص example.com، لكن بتحفظ مش عارف مثلا ممكن اقول لك اي بي مثلا اربع عشرات، اربع خمسات، لا هي مثلا بابليك اي بي مثلا 400. ومع كتر بقى التكنولوجيا اللي بتظهر جديده، ففي اي بيات كتير بتاعت كل الدومينز الناس مش هتحفظها. بس انت لو كتبت مثلا www.example.com، كتبته على على البي سي، والبي سي مفيش بروتوكول دي ان اس اصلا موجود، مش هيفهم يعني ايه اصلا اكزام دوت كوم. انا بفهم ارقام، اللي هو اي بيات مثلا اربع وحيد، 400، ايه الكلام ده كله. فهنا عمل جاب كبيره جدا 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 للانترنت. فقال لك خلاص نعمل حاجه جت تاني، حاجه اسمها هوست دوت تكست ايرا. الايرا بتاعت الهوست، ايه الايرا بتاعت الهوست ده؟ فقال لك خلاص يبقى في هوست فايل كده، احنا شفناه في المحاضرات الاوائل خالص في الكورس بتاعنا. هوست فايل كده بيبقى موجود في سلاش اي تي سي مثلا، في البوست معين كده، ويندوز سيستم 32 سلاش اي تي سي. بتحط الهوست فايل ده، بتحط فيه النيم وقدامه الاي بي، بحيث والله انت لما تيجي تكتب النيم في يعني انت مثلا حطيت مثلا ياهو دوت كوم مثلا، وحطيت اربع وحيد قدامه، فلما تيجي تكتب ياهو دوت كوم في البي سي، البي سي بيبص على اول حاجه خالص، يروح يشوف الهوست فايل، لا ياهو دوت كوم الاي بي بتاع اربع وحيد، فساعتها هيروح يكلم اربع وحيد. فانت حليت المشكله دي. بس واجه مشكله كبيره برضه، قال لك طب ما هو كل يوم بيزيد تكنولوجيز كتيره جدا جدا جدا. عندك ياهو، عندك فيسبوك، عندك يوتيوب، عندك مثلا انستجرام، كل يوم في تكنولوجي، وكل يوم في ابلكيشنز جديده بتظهر جديده. فانا الهوست فايل ده هحط ايه ولا ايه فيه؟ فقال لك خلاص بقى كده، بقى ايه هيبقى الحاجه الكل مع كتر او زياده الدومينز دي كلها هيبقى unmanageable. فبعد كده هيبقى في need for scale. قال لك خلاص يبقى احنا نعمل كده دي ان اس سيرفر. الدي ان اس سيرفر ده يبقى هو المسؤول عن عمليه الترانسليشن بين النيم للاي بي. وبعد كده بقى احنا نبقى عندنا بقى نقسمها الهيراركي بتاعتنا، ونشوف هتتقسم ازاي في الاوثوريتيف والروت والتيلري والكلام ده كله. هو ده اللي يبقى مسؤول بقى في مليونز او مليونز اوف كويريز بتيجي بقى بتتبعت. يبقى هو ده البروتوكول ده الخاص بعملية الترانسليشن من الدومين نيم للاي بي ادرس. طيب بيقول لك بقى ايه introducing للدومين نيم سيستم او الدي ان اس. بكل بساطة بيقول لك الدي ان اس بي ايه عمل ريبليس للهوست تكست فايل ايرا بتاعته،
وليه؟ عشان يبقى فيه سكيلابيلتي اكتر، يبقى بيهندل بيليونز اوف الكويري، بيعمل ديستريبيوتد كنترول، مفيش سنجل اوثوريتي مانجرز. يعني انت مثلا ما عندكش مثلا عندك كذا اي بي من روت سيرفرز كتير، يعني عندك كذا روت سيرفر يعني اكورد برضه التكنولوجيا اني كاست. فعندك مثلا كذا روت سيرفر، فتروح تكلم اي روت منهم مثلا يدلك على الدوت كوم مثلا، الدوت كوم ده يروح مدلك على الايسوليتيف، فانت عندك ديستريبيوتد كنترول. وكل المعلومه بتاعت يعني على كل هوبايه مثلا بتحصل كاشنج اكوردنج للتي تي ال فاليو اللي تبقى موجوده مع الريكورد، زي ما شرحنا الحته دي كلها قبل كده. طيب خلينا نبدأ نبروسيد اكتر. فبيقولك دي الناس هيراريكالي بكل بساطة. انت عندك في الاول خالص ناس بتروح تكلم، او الريكيرسيف مثلا بيروح يكلم ايه التي الروت اللي هو بيرمزه رمز الدوت، بعد كده بقى في دوت كوم ده التي ال دي، او دوت اورج، او دوت اي دي يو. وحسب انت عايز تكلم مثلا اكزامبل دوت كوم، فده يعتبر سب دومين من دوت كوم مثلا. لو عايز تكلم دبليو دبليو دوت اكزامبل دوت كوم ودي معلومة بريكورد عند اكزامبل دوت كوم، فالاكزامبل دوت كوم ده بيبقى هو الاوثوريتيف بتاع ايه المعلومة بتاعت دبليو دبليو دوت اكزامبل دوت كوم، لان هو اللي عنده المعلومة دي. فانت عندك الروت ده بترمز له بالدوت، هو عبارة عن 13 روت سيرفر، تي ال دي زي دوت كوم دوت اورج دوت اي دي يو. وعندك السب دومينز مثلا حاجة زي مثلا ميل دوت اكزامبل دوت كوم، سي اس دوت براون دوت اي دي يو، وهكذا. طيب بعد بسرعة الكلام ده كله احنا شرحناه قبل كده بالتفصيل، التفصيل في اول المحاضرات. نيجي هنا ايه هي الزون؟ بيقولك الزون زي ما شرحت لك المحاضرة اللي فاتت، هي يعتبر بول موجودة فيها الريسورس ريكوردز اللي بتخص الايه الزون بتاعتك دي. تمام. فانت بتديني الزون بكل بساطة هو عبارة عن distinct او administrative managed ده بورشن مثلا للدي ان اس نيم سبيس بيوست واحد او اكتر من الدي ان اس سيرفر responsible for answering queries within الباوندري بتاعتك. عندك كل زون بتوند باي اورجانيزيشن. كل زون عندك الاونر بتاعها اورجانيزيشن. يعني مثلا انت عندك زون اسمها كونتوس مثلا دوت كوم، فالمانج اللي بيمانجها مثلا هو كونتوس سيرفرز مثلا دي ان اس سيرفر. تمام. فهي دي قصه الزون اونر شيب. النيم ريزوليوشن بتاعك الزون بيريزولف الكويري مثلا www.contos.com باي ريتيرنينج ايه اللي بيحصل. انت عندك الزون اسمها مثلا contos.com دي مثلا، او سيبك بقى من دي example.com مثلا فور اكزامبل. فالاكزامبل دوت كوم حد عايز يروح يكلم www.example.com فيروح يوصل حسب بقى اللفه بتاعت الروت والتيري دي والكلام ده كله، هيوصل الاوثوريتيف اللي هو اكزامبل دوت كوم ده، هيديله المعلومه فالراجل عنده المعلومه فيديله الاي بي ادرس بتاعك، وجواها بقى مثلا ايه ريكورد كواد ايه ام اكس نيم. طيب. طيب حلو الكلام ده كله. هنيجي هنا بيشرح لك هنا يقول لك الاوثوريتيف دي ان اس سيرفر. ايه الاوثوريتيف ده؟ معناها ان انا شخص موثوق. يعني ايه شخص موثوق؟ يعني انا شخص عندي المعلومه نفسها. تمام. بكل بساطه انا الاوثوريتيف سيرفر ده بيهولد ماستر ريكورد، عنده الماستر ريكورد، انا عندي المعلومه نفسها. يعني انت عايز مثلا تكلم عصام دوت كوم، او سوري عصام دوت اكزامبل دوت كوم، مين اللي عنده المعلومه دي؟ اكزامبل دوت كوم هو اللي عنده اصلا. عصام عارف عصام ده بيعمل ايه، وعنده وعايش معاه كل حاجه. فهو ده. في معنى بص جت مثلا عايش مع دي، جت بقى منها حاجه هقولها لك دلوقتي. فهنقول ان الريسورس ريكوردز دي كلها او الريكوردات دي كلها بتبقى عايشه جوه الزون. يبقى عايشه جوه زون، عايشه بقى واكله وشاربه ونايمه وكل حاجه جوه الزون. فالمسؤول عنها هو الزون. فانت لما تروح تكلمها زون عارفه كل حاجه عن اللي جواها فتديك المعلومه. فده اسمه الاوثوريتيف زون، اللي هي عندها كل المعلومات الخاصه بالحاجه اللي انت عايز تكلمها. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عايز اكلم عصام جي تي تكنولوجي، مين اللي هيرد عليه؟ جي تي تكنولوجي، هي الزون اللي جواها عصام جي تي تكنولوجي فعارفاه. فدي تبقى اوثوريتيف زون بالنسبه لعصام جي تي تكنولوجي وتبعت له. فبيقول لك ايه اللي بيحصل، اللي هي ايه، انت مثلا بعت كويري، الكويري دي راح عايز تتكلم www او .example.com، او سايبك يا عم من دي www blog.example.com، عايز تكلم المعلومه دي. حلو. حلو. او عايز الاي بي ادرس ده. هتروح تكلم الروت تقول له ده يوديك للتيل دي دوت كوم دوت كوم، يوديك للاوثوريتيف الاكزامبل. فساعتها انت هتروح للاوثوريتيف اللي هو الاكزامبل دوت كوم. ساعتها هتروح تكلم الاكزامبل دوت كوم تقول انا عايز اوصل www.blog.example.com. ده اوثوريتيف عنده المعلومه، هو عنده المعلومه. لو ما لقوش المعلومه دي كلها هيرجع لك حاجه اسمها نون اكس دومين. ايه نون اكس دومين دي؟ ان اكس دومين. يعني ايه الان اكس دومين دي؟ اللي هو انا ما عنديش المعلومه دي يا باشا ومش موجوده عندي. او ممكن يعمل لك ديليجيشن. يعني ايه ديليجيشن؟ هنتكلم برضو فيها المحاضره الجايه بالتفصيل يعني ايه ديليجيشن. بس ديليجيشن دي معناها ان انت عندك سب زون، او مش سب زون بقى لان دي حاجه ودي حاجه تانية. عندك زون مثلا مستقله، تمام، اسمها blog.example.com.
تمام، من اكزام دوت كوم، يعني هي من اكزام دوت كوم. واللي حصل ايه، ان بلوك اكزام دوت كوم دي مستقله لوحدها اون زون، فبتعمل حاجه اسمها جلو ريكورد، بتبعت كده الان اس ريكورد بتاعها بالاي بي ادرس بتاعه، تحطه في اكزامبل دوت كوم، بحيث لو حد يجي يسال على www.example.com، فالاكزامبل دوت كوم ترد تقول له خد يا باشا الان اس ريكورد اهو، ان اس 1 مثلا دوت بلوج دوت اكزامبل دوت كوم، والاي بي بتاعه مثلا 4 وحيد، روح كلمه، ده هيدلك على المعلومه، فعمل ديليجيشن للحته دي عن طريق الجلو ريكورد ده. تمام. ما تتوهش مني، لسه هتكلم على الديليجيشن المحاضره الجايه، بعد كده هتكلم على الجلو ريكورد برضه، بس انا بقول لك ايه. فالاوسيليتيف ده بيعمل حاجتين، يا اما لو هو مثلا ما عندوش حاجه زي كده، اللي هو ما عندوش ان اس ريكورد او جلو ريكورد للديليجيشن زون عنده، زي مثلا بلوك ديزون تكون مش موجوده اصلا، فساعتها هيرجع له نون اكس دومين، انا مش لاقي اصلا المعلومه عن حاجه زي كده. لو هو بقى عنده معلومه عن ان اس ريكورد او جلو ريكورد خاص بالبلوك ديزون دوت كوم، اللي هي دي طبعا الديليجيشن زون يعني، فهيبعت له الان اس ريكورد بتاعها، يقول له روح كلمه، ممكن تلاقي المعلومه دي عندها، لان انت بتتكلم على www.blog.exam.com. هيروح له على blog.exam.com، لو هي عندها معلومه ان www.blog مش عارف .exam.com ليها اي بي، هيرجعه له. ملاش اي بي هيقول له نون اكس دومين مش موجود عندي خالص. فدي السيكونس ماشي ازاي. ماشي. انت عندك يا باشا ايه محور الزونز متكون البرايمري وسكندري. ايه الفكره؟ البرايمري زون ده الاوسيليتيف زون، سوري، ده الاوسيليتيف ماستر كوبي. يعني ايه؟ يعني انت الزون عندك مكريتها، بتقدر تحط فيها ريكوردات، بتعمل عليها رايت وموديفاي، تدلت حاجات ريكوردات، تزود ريكوردات، تعمل ايديت، اي حاجه كلها في البرايمري زون. السكندري ما الا هي الا سكندري للزون دي، يعني بتاخد كوبي منها بس، ما تقدرش تعدل، ما تقدرش تعدل في الزون، ما تقدرش تحط اي ريكورد جديد، ما ينفعش تدلت اي حاجه جديده، ما تعملش اي حاجه خالص، الا هي ايه، هي بتاخد بس ليها ريد بس اونلي اكسس عن الزون نفسها. يعني انا عندي مثلا جي تي اي تكنولوجي زون، وعندي اتنين دي ان اس سيرفر، ده دي ان اس 1 سيبك من انفو بلوكس والحاجات دي كلها، عندي دي ان اس 1 ودي ان اس 2، الاتنين دول ده سكندري دي ان اس وده برايمري. وعندي جي تي اي تكنولوجي، تمام، دي زون، فانا خليت هنا البرايمري زون بتاعتها وهنا السكندري زون. معنى كده ان انا اقدر اكريت ريكوردات، اديليت ريكوردات، اعمل اي حاجه في الزون اسمها جي تي اي تكنولوجي على ده. لكن ده بيريد منه، بس بيريد منه ازاي؟ عن طريق زون ترانسفير، وهنشرح الكلام ده كله بالتفصيل. ياخد منه معلومه، ولما تعمل اي ابديت هنا يروح يسمع على التاني على طول، ده بس ايه، ريد. وممكن تخلي بقى ساعتها الناس اليوزرز مثلا يبقى الدي ان اس بتاعهم ده، ويوزرز مثلا تانيين الدي ان اس بتاعهم ده مثلا، فعادي جدا ان نفس المعلومه according لجي تي تكنولوجي يعني نفس المعلومه، فبيحصل redundancy. فبقول لك لو انت عندك اكتر من مالتيبل اوثوريتيف سيرفر برايمري وسكندري، فانت عندك هاي افيلابيلتي وريدندنسي. طيب، خلينا بيقول لك ازاي الاوسيليتيف بيشتغل. الاوسيليتيف بيشتغل ان انت بتعمل ريسولف، بيعمل ريسولف للكويري بتاعتك اللي انت جايه لك، يشوف الزون اللي انا خلاص انا اوسيليتيف المعلومه عندي، هي يا اما يرجع ريكورد موجود عنده، يا اما يعمل ديليجيشن، لو هي زي مثلا بلوج دوت اكزامبل دوت كوم عنده ديليجيشن زون، يبعت لك الان اس ريكورد بالاي بي ادرس بتاعه اللي انت تروح تتكلم بلوج اللي هي الديليجيشن زون. او لو هي مش عنده معلومه ومفيش ديليجيشن او مفيش زون يعني تانية ديليجيتد، هيعمل لك، هيبعت لك نون اكس دومين ان المعلومه دي مش عندي ومش موجوده عندي. اوكي. هنا ايه بيقول لك الكي ريكوردز ويز اوثوريتيف زون. الاوثوريتيف زون بيبقى فيها بقى ريكوردات كتيره جدا، ايه ريكورد كواد، اي ام اكس سي نيم ريكورد. وانت فايده الاوثوريتيف زون ايه؟ اللي هي بتبقى 100% سورس اوف تروث، المعلومه عنده بالظبط يعني، فاهم؟ ما ادالكش على المعلومه، لا، هو الاوثوريتيف زون عنده المعلومه. انا عايز اسال على www.yahoo.com، yahoo.com عنده المعلومه www.yahoo.com، والاي بي ادرس بتاعه اربع وحايد، وبيقول لك ان هي 24 و 27 اون على طول شغاله مثلا، وبتسبورتك بقى بالسيرفيسز والكلام ده كله. لو انت مثلا يعني حاطط مثلا ويب سيرفر مثلا زي www.yahoo.com مثلا موجود تحت yahoo.com، فبتعمل ايه؟ بتديك الاي بي ادرس بتاعه، فده عادي. بس انا اللي يهمني اكتر حاجه كريتيكال رول، اللي هي 100% سورس اوف تروث. طيب كده انا خلصت؟ لا لسه ما خلصتش طبعا. ليه؟ تعالى نشوف الانفو بلوكس بتاعنا. شوف الانفو بلوكس بتاعنا. طيب الاوسيليتيف زون دي معناها ايه؟ احنا اتفقنا ان الاوسيليتيف زون معناها ان انا عندي المعلومه، وبتقسمها لنوعين، يا اما فورورد يا اما ريفيرس زون. طب ايه الفرق بينهم؟ انا بكل بساطه هقول لك ايه الفرق بينهم. الفورورد زون بكل بساطه هي بتعمل ترانسليت من نيم لاي بي ادرس. الريفيرس زون بتعمل ترانسليت من اي بي ادرس لنيم ادرس. طب يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا عايز اكريت زون سميتها جي تي اي تكنولوجي مثلا، اكريت فيها ريكوردات مثلا ايه بقى، ايه ريكورد مثلا www.gta تكنولوجي الاي بي بتاعه مثلا 400. تمام. عايز اكريت بي تي ار ريكورد مثلا اكوردنج مثلا سبنت 400 مثلا، دي سبنت
تلات ميات دوت زيرو مثلا، دي سبنت عايزه كانت لها بي تي ار ريكورد. كانت لها بي تي ار ريكوردز كتيره جدا جدا جدا، فكانت ريفيرس زون. ريفيرس زون مسميها مثلا الاسم ده او السبنت دي، وليها تسميه معينه اللي هي دوت دي اربعة والكلام ده كله. هنتكلم كله في المحاضره الجايه بالفرق بين الفورورد والريفيرس اوسيليتيف زون. فانت بتكريت هنا ريفيرس زون، وبتكريت جواها اي بي تي ار ريكورد، اللي هو مثلا 400 ده يبقى دبليو جي تي تكنولوجي. مثلا 300 دوت 105 مثلا، ده عباره عن ماشين مثلا نسميها ام سي مثلا 1 دوت جي تي تكنولوجي. دي مثلا ماشين كده ار دي بي، مثلا الناس بتخش عليها ار دي بي. فيصبح كده ان الريفيرس ده كل اللي انا عايز اعرفه دلوقتي، ان انا المحاضره الجايه نتكلم بالتفصيل عن الفرق بين الفورورد اوسيليتيف زون والريفيرس اوسيليتيف زون. هنعرف ايه الفرق بينهم بالتفصيل بالكومباريزون. بس كل اللي عايز اعرفه دلوقتي ان الاوسيليتيف زون هي عباره عن الزون اللي هي اوسيليتيف اللي عندها المعلومه نفسها. تمام. ومتقسم من نوعين: فورورد ده لما انا عايز بكاريت زون بتعملي ترانسليشن من نيم لاي بي ادرس. تمام. والريفيرس لو انا عايز بكاريت زون اوسيليتيف بس ايه، تبقى ريفيرس زون اللي هي معايا الاي بي ادرس بس انا عايز النيم بتاعه. طيب وانت بتيجي تكاريت بقى الاوسيليتيف زونز دي، بتيجي تعمل هنا بلس وتعمل اد اوسيليتيف زون. بيطلب منك تختار انهي نوع من الاوسيليتيف: فورورد مابينج زون ولا ريفيرس مابينج زون. الفورورد زي ما قلت لك اللي هو من ترانسليت من النيم للاي بي ادرس، بس ممكن تعمل جواها مثلا برضه سي نيم ريكورد، ام اكس ريكورد، الكلام ده كله زي ما شفنا المحاضرات اللي فاتت دي كلها. وهنا الاوسيليتيف دي تبقى خاصه برضه اكتر بالريفيرس. يعني يعني الناس اللي بتعمل ريفيرس مابينج زون بلاقيها بتبقى عامله مثلا في الشغل كتير، يعني في معظم الشغل بلاقيها بتبقى عامله ريفيرس زون. الريفيرس زون دي بتبقى مثلا بصبنة معينه وجواها كله بي تي ار ريكورد. ده اللي انا بشوفه يعني. وطبعا اي زون بتتعمل لازم يبقى فيها اس او اي وان اس. وهنا لو انت عايز تكريت برضو اوستريتيف زون ريفيرس بس عن طريق اي بي فيرجن 6 مش اي بي فيرجن 4. هنعرف الفرق بينهم بالتفصيل المحاضرة الجاية. وهنعمل ان شاء الله الرحمن هنعمل اتنين زون، واحدة فورورد وواحدة ريفيرس، وهنشوف الكلام ده كله الابوس بالدج، ونظبط الكلام ده كله باذن الرحمن المحاضرة الجاية. واشوفكم على خير. كنا بس النهارده بنشرح ايه هو الاوسيليتيف زون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.